نبدأ ونصلي على النبي كده عليه الصلاة والسلام. ادي اجازة البقاوت بفضل الله. واحد كلمني من طنطا، راجل محترم ربنا يبارك له حبيبي يعني، او والله انا ما اعرفه. هو دخل كلمني، شاف الفيديو، شاف الشغل على التيك توك او القناة وقال لي ابو جنى انا محتاج جهاز. قلت له تعالى يا باشا مفيش مشكلة، حسابه كام كذا، حول المبلغ في ثانية. قال له خلاص يا باشا ماشي اعتمده، اتوكل على الله. تمام. ادا كده الجهاز قدام منه. طبعا انا عرفت والله لدرجه ان انا فكيته البورد عشان هو طبعا واثق في شغلي. قلت له لا انا عشان واثق في شغلي. ادا الجهاز بفضل الله. انتوا شايفين طبعا بنجرب بكابل ستار نت تمام 4K الاصلي على الشاشه اللي هي الشاشه اللي هي ال 2K اللي بنجرب عليها الشغل عموما. ادي الجهاز بسم الله ما شاء الله، حاجه بسم الله اهو قدام حضراتكم. الجهاز طبعا متظبط، عنده البرنامج اللي هو بتاع سمارت اي بي تي في، وعنده نوفا، وعنده اليوتيوب، وعنده الاسطوره تمام، والاسكان برضو اللي هو طالبه اسكان برو ماشي. وعندك الدراما لايف، وعندك الايه بتاع اليوتيوب، كل حاجه اللي هي بتاعت اليوتيوب بدون اعلانات، كل حاجه مترتبه ترتيب عالي. وادي الملف القنوات. طبعا الجهاز 4K فعلي، 4K فعلي عشان بس الناس اللي بتسال. هذا كده ملف القنوات ده جديد بعربي بكل حاجه زي ما انتم شايفينها بفضل الله. طيب نجرب بقى مقطع 4K. وادي القنوات كلها مترتبه ترتيب عالي. ادي الجهاز بفضل الله. وهنشحن بكره ان شاء الله زي ما احنا بنقول. ياخد الجهاز يدعي لنا، اكتر من كده مش عايزين والله. طبعا انا بحط فلاشه تمام فيها مقاطع 4K او اي حاجه. كان سالنا على ميموري، يعني ينفع ان احنا نحط ميموري ونشغل افلام زي ما انا هعمل كده وانت هتعمل. ادا كده اليو اس بي، هتقوم داخل كده على اليو اس بي عادي بتاعك، تشوف الافلام بتاعتك فين. يعني انا مثلا الافلام، شوف الجهاز سريع ازاي بسم الله ما شاء الله، ممتاز جدا. انا عامل حاجه اسمها 4K ماشي. طبعا هو جهاز عمره ما يقرا 2K، لو 8K لا 2K، ده 2K يقرا 2K زي الفل بدون. وده يعني ادى المشغل اللي هو بتاع الفيديو تمام، ده ممتاز ولا في تهنيج ولا بتاع. ده بتاع الجهاز نفسه، يعني بتاع الجهاز ممتاز جدا. هنكنسل ويكنسل في ثانيه. 8K لا، اي مقطع 4K يقراه فعلي، يقرا فعلي. طيب ممكن يا عم ابو جنى تورينا كده ان هو فعلا 4K 2K 4K؟ تعالى يا عم تعالى عشان يبقى في مصداقيه بالكلام، لان برضو كل واحد حقه ياخد، لان ده راجل دافع فلوس. نقرا كده، نقرا كده 2650. ده مش 2K، ده كده مش 2K، اسف. ثواني تعالى عشان يبقى بما يرضي الله، عشان يبقى بما يرضي الله. انا عايز مقطع 4K، متهيألي تقريبا ده 4K. انا كنت بس عشان دي فلاشه كانت مليانه ما كنتش بسجل فيها 4K. بس ثواني ما يفتح عشان يبقى في مصداقيه، وبرضه انا هو ذات نفسه هشوف الفيديو ده. ده كده 4K فعلي. ايوه تعالى لي يا ريس اهو. انا 3840 على 2160 4K فعلي، 4K فعلي. لو المقطع ده لو الجهاز مش هيقراه، مش هيقرا ال 4K الفعلي زي ما انتم شايفين اهو كده تمام. ويتظبط الجهاز كده، الجهاز متظبط على الشغل على طول. ادي الجهاز بفضل الله متظبط على الشغل على طول. ونقدر نقول لسه في جهازين اهو، في جهاز اصلا يعتبر طلع ولسه في جهاز واحد. الحق تاخد اي جهاز ده، شغل معاك مقاطع 4K، شغل معاك اي بي تي في، اشتراك شرينك جميع الاقمار، جهاز سلس بسم الله ما شاء الله. بس برضو بنقولها في الفيديو ما فيش فيه صوتيات ولا ترجمه، وده كلام موضح للدنيا كلها تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.